السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. والكورة دايما مجنونة، وتحليل لمباراة مصر والكونغو، وللأسف اللي اتغلبنا فيها بضربات الجزاء. الدراما انتهت ونستاهل. الدراما انتهت ونستاهل. الحمد لله اللي احنا طلعنا. الناس اللي زيي، اللي عندهم الضغط والسكر وعاملين عمليات في القلب، مش هيستحملوا الدراما دي. يعني الواحد عشان يحاول يبعد عن الجلطات والسكتات ويعلي السكر والضغط. انا ضغطي عالي من امبارح ومش عارف انزله، وكانت ليلة سودة. مع اننا كنا متوقعين، وانا قايل قبل كده في الفيديوهات، اللي احنا على الله حكايتنا، فعلا على الله حكايتنا. وامبارح انتهت الدراما نهاية مأساوية. وعلى رأي المثل اللي بيتقال، أبو جبل جه يساعدنا راح كحلها وعماها. بعتذر لكم، ما طلعتش امبارح، كان ضغطي عالي ولسه عالي بحاول اظبطه. يعني الكورة مضرة على الصحة في مصر جدا، زي التدخين وزي أحوالنا الاقتصادية وزي الديلي روتين بتاعنا، العمل اليومي بتاعنا اللي كله مصاعب وتعب. فيتوريا مع السلامة. كل الظروف والعوامل تؤدي إلى هذه الخسارة المذلة من كونغو الديمقراطية. ابتدينا المشكلة باختيار اللاعبين الغلط، واللي ما كانش ليهم أي لازمة ييجوا، واللي كانوا مصابين. وأنباء إن الشناوي كان بيلعب مصاب، وفتوح جايبينه بعد 3 شهور ما لعبش في الزمالك، بيعمل إيه يعني؟ كله كان سمك سمك لبن تمر هندي التشكيل والاختيارات. وكوكا، وفين ياسر إبراهيم، وفين حسين الشحات. واحنا قلنا كل الكلام ده قبل كده. بس بصراحة كنا متوقعين ان الفريق هيفوق وهيعمل حاجة. وعبء النفسي بتاع صلاح وكلام صلاح وقصة صلاح كان هيفوقهم، وقلنا تريزيجيه هيفوق وزيزو ومرموش. بس للأسف احنا بقينا فريق ضعيف جدا جدا جدا. واللي زعلوا مني قبل كده وقلت ان الفريق ده ما يتقارنش بفريق الحضري، وائل جمعة وابو تريكة ومحمد بركات وعمرو زكي والرجالة دول ومحمد شوقي واحمد حسن. يعني ده جيل وده جيل. الله يمسيك بالخير يا حسن شحاتة، الله يمسيك بالخير. كنت بتنيم افريقيا من العصر مش من المغرب. كل التوقعات، كل التحليلات كانت بتقول اللي احنا ممكن نعدي الكونغو. يعني الكونغو ضعيفة مش جامدة قوي كده، ما فيهاش الا لاعب او اتنين جامدين والباقي على باب الله. يعني الكونغو كنا بنغلبها 4-1 في كأس الأمم 2006 مع جول حسام حسن. فقلنا هنعدي، وبعد كده نشوف بقى غينيا الاستوائية ولا غينيا العادية ولا غينيا مش عارف ايه. بس للأسف يعني هنخوض في المباراة نفسها. للأسف احنا مستوانا وحش جدا. وحالة اللاعبين كان سيء للغاية. يعني مثلا زيزو طول البطولة ما عجبنيش خالص، كان وحش. ظروف الطقس والجو والبرد، قصدي الجو والرطوبة والحر، ضد اللعيبة خالص. معاك مدرب على باب الله ما بيعرفش فيها، وأول مرة يمسك منتخب ويخوضه في محفل دولي مهم كده. يعني الظروف كلها ضدنا. عندك اتحاد كورة رئيسه جمال علام، راجل محترم بس ملوش فيها. يعني انا ما سمعتلوش تصريح ولا شفته ولا عارف هو كان رئيس البعثة ولا مين. الله يرحمك يا زاهر.
يعني الله يرحمه زاهر كان قوي وبيتدخل وبنسمع له صوت، انما جمال علام ما نعرفش موجود ولا مش موجود يعني. حالة اللاعبين كانت سيئة للغاية، الإصابات، الشناوي، عاشور، ارتجاج في المخ، يعني حالتنا كانت وحشة للغاية، ومنتخبنا بقى ضعيف جدا جدا وبيتغلب من أضعف المنتخبات في أفريقيا. الحمد لله اللي احنا ما كملناش عشان أدوية السكر والضغط والجلطات ما نقعدش نشتري فيها كتير، احنا كده وكده بنشتريها، بس الحمد لله ما طلعناش بفضيحة من السنغال ولا فرقة كده تيجي تغلبنا 3-4. بقى منتخبنا مستواه فرق شاسع ومختلف تماما عن منتخبات النسخات بتاعتنا بتاعت زمان. ده حتى يعني زمان ايام كيروش وايام كوبر كنا بنعافر وكان لنا منظر شوية. دلوقتي احنا في البلالة خالص، رتمنا بطيء، بندافع وملناش حتى بندافع بطريقة غريبة. دخل فينا 7 تجوان في 4 ماتشات وجبنا 7، وال7 تجوان اللي دخلوا فينا كلهم غلطات دفاعية بحتة وكوميدية، ويعني حاجة يعني تحزن. قلت لكم قبل كده وحذرت ان سيبستيان دي صبر مدرب الكونغو الفرنساوي على علم بالكرة المصرية، ودرب بيراميدز قبل كده، وكان يعني مدرب له خبرة في أفريقيا، وكان بيدرب بيراميدز ودرب الإسماعيلي. مدرب مش وحش، صغير، فاهم الكرة الأفريقية والكرة المصرية. فتعبنا قوي امبارح. حازم إمام طبعا الخلوق هو اللي هيشيل الليلة، عشان على أساس إن هو جاب فيتوريا. يعني حازم إمام من كتر ما هو خلوق ومحترم ودبلوماسي وما بيفتحش بقه كتير، وبيحاول يعني يبسط الناس دي ويبسط الناس دي، يعني ما يزعلش حد منه برضو يعني. طري شوية على المنتخب، المفروض واحد أقوى من كده يبقى في المنتخب وعنده خبرات أكتر. حازم إمام محترم، ابن ناس، متعلم، بس مش قوي، ومحتاجين كان حد أقوى في المنتخب يمسكه ويشرف عليه. هيشيل الليلة بقى يشيلها يعني، هو حظه ونصيبه كده يعني. نتكلم بقى على الماتش نفسه. ابتدى الماتش الكونغو ضيعت كورتين ما ملهمش حل لولا الولد. العيال شاطوا في فوق فوق عالي خالص في المدرجات، كنا هنتغلب وجينا يدخل فينا جونين في الشوط الاولاني، واحنا جالنا فرصتين لحجازي بالهيد وواحده لمصطفى محمد اتلعبك فيه. الشوط الاولاني كالعاده اتلعب اوت، دخل فينا جون بطريقه كوميديه، اتشاطت كده بالعرض، خبطت في حجازي، ابو جبل طالع معرفش ايه، راح الراجل دخل وجابها. طبعا تعبونا في سرعتهم بتوع الكونغو. ويصا ده ملوش حل، رقم 20، يعني ما شاء الله على صحته وقوته. وبعدين في الشوط التاني ما كناش موجودين خالص، الشوط التالت ما كناش موجودين، والرابع زيه، بطأ ووزة وبندافع. في آخر الشوط الأولاني الحكم الجنوب أفريقي حسب لنا ضربة جزاء، كتر خيره، جنوب أفريقيا بقينا نحبها لمواقفها السياسية ونصرتها لأهل غزة. فكتر خيره الحكم كان عادل، راح للفار وحسب لنا ضربة جزاء، ومصطفى فتحي حط البينالتي. الشوط التاني والتالت والرابع بندور على ضربات الجزاء ومستنين جاباسكي يلحقنا، وجاباسكي زي ما قلت لكم جه يلحقنا، راح عماها عشان مهند لاشين في الضربة الأخرانية مش عايز يشوطها على حسب كلام الناس، مع إني منزله الراجل عشان يشوط، مع إنه كان مضيع قبل كده في
في تصفيات كاس العالم على ما اعتقد، في ماتش السنغال او ماتش كاس العرب. المهم ما دخلش مهند ودخل جاباسكي وحطها في العرض. طب احنا كنا معتمدين على ضربات الجزاء وجاباسكي. انا عايز اعرف، انت اتشاط عليك 9 ضربات جزاء يا ابو جبل، كلهم بتترمي على اليمين، مفيش رمي على الشمال خالص. طب حد سألك ما مش مركز خالص ليه؟ ما صدتش ولا كورة يا جاباسكي؟ هو ده جاباسكي بتاع البطولة اللي فاتت؟ ولا انت كنت مهتم اكتر؟ ولا يعني حاسس يعني يعني انت مش مركز عشان اتنقلت للاهلي اعارة؟ يعني ازاي تفضل طول الماتش طول ضربات الجزاء بتترمي على اليمين، ما تترمي مرة على الشمال يا راجل وشوف وجرب كده. ما صدتش ولا كورة والحمد لله يعني، نحمده على كل شيء اللي احنا طلعنا بضربات الجزاء بدل ما كنا نطلع بفضيحة. الفضيحة الأكبر بقى تصريحات فيتوريا برضو بعد الماتش كالعادة، وكان في فيديو أنا عملته على تصريحاته قبل الماتش ونال إعجابكم. بعد الماتش فيتوريا قال احنا الكورة هي كده، فيها مكسب وخسارة وقدامنا كتير لسه نقدمه. يا عم الحاج انت مش فاهم ان ده منتخب مصر اللي كسب البطولة دي 7 مرات؟ انت مش عارف ان احنا كنا بننايم افريقيا من المغرب والمفروض نكسبها وما كسبناش البطولة دي من 2010؟ لسه قدامنا كتير نعمله ايه، والكرة مكسب وخسارة ايه؟ قول لي على حاجة واحدة او تكتيك واحد عملته من ساعة ما مسكت الفريق. انت لعبت بتاع 15 16 ماتش مع مصر بقيادة، يعني يعني كنت في القيادة فيهم، وما لعبتش اي فريق جامد. موزمبيق على رأس الأخضر، على سيراليون، على فرق تعبانة. الماتش الوحيد اللي لعبته جامد قدام تونس واتغلبت كان ودي، اتغلبت 1-0. ما قدمتش ولا لعيبة جديدة ولا خطة ولا حاجة. احنا ربنا كرمنا امبارح اللي طلعنا بضربات الجزاء، عشان مش هنستحمل الدراما دي كل يوم وكل مرة. هات يا عم جهاز الضغط، هات يا عم أدوية السكر، الحقونا يا دكاترة، الحقونا يا جدعان. احنا بقينا مستوى ضعيف، ومعاه فيتوريا مش ما كناش هنفوز. والإقالة ليه ده شيء حتمي، هو واتحاد الكورة، ما فيهاش جدال. تشكيل المباراة: أبو جبل لعب بلالة، كنا معتمدين على ضربات الجزاء، اديله 0/10، ولا صد ولا كورة، وضيع آخر كورة. طب يعني أنا مش هلومه قوي على تضييع آخر كورة، عشان مش مفروض يشوط، مهند لاشين المفروض يشوطها. إنما إيه يا أبو جبل، كله يمين يمين، علامات استفهام. فتوح اتصاب، اصلا بيلعب البطوله ليه؟ هو ما كانش جاهز خالص. جابوا ليه من الدار للنار؟ كل الكرات من ناحيته شوارع، ما عملش اي حاجه، ولا اوفر ولا بيزيد هجوميا. وفي البلاله عبد المنعم كان راجل وكويس، بس برضه مش ده عبد المنعم بتاع الاهلي. انا ما اعرفش، عبد المنعم ده كان لعيب راجل وجامد، ايه اللي حصل له؟ حجازي طول البطوله مصايب وكوارث، مصايب وكوارث، بطيء، وجوان كلها منه وحاجه. يعني ايه يا عم؟ لاعب بقى ياسر ابراهيم، لاعب ياسر ابراهيم الراجل اللي سند الاهلي في ماتشات كتير وعنده خبرات وبيجيب اجوان. نرجع تاني يا عبد المنعم، مش كل الدنيا يا عبد المنعم كل كورنر تطلع لازم تجيب جون بالهيد. يعني برضو ايه، في لعيبه تانية عايزه تجيب اجوان مهاجمين. وحجازي مش عارف انت يعني ايه البطء اللي انت فيه ده، وراجع لي من اصابه وبتاع، ظلمك اللي لاعبك. محمد هاني مش بطال، حاول بيعافر، بس برضه كان في شوارع من ناحيته. اللي عجبني جدا مروان عطية، كان حلو وكويس في نص الملعب، بس مش ميسي يعني، بس كان احسن من حمدي فتحي. بيباصي كده. والنني برضه ما بيلعبش في الارسنال، بيلعبه ليه؟ برضه هقول فاكر نفسه مكاناكي، وعامل لي شعره زي مكاناكي بتاع الكاميرون في سنة 90. بس ده فرق شاسع، مكاناكي كان دفاع وهجوم وبساط وسروال، النني مفيش. زيزو خرابة بقاله سنة ونص، معرفش ماله. مالك يا زيزو؟ مالك يا زيزو؟ هو ده زيزو اللي كان أحسن لعيب في مصر؟ فين الشوط؟ فين الاختراقات؟ بتلعب من غير نفس، من غير روح. مصطفى محمد
الوحيد اللي في البطولة دي اللي كان راجل، جاب 4 تجوان وكان بيعافر، وكان ايه يعني بيعمل يلا زمان سياسي لاحي كده وها ها ها وبيحاول. مصطفى محمد كان احسن لعيب في مصر في البطولة دي، والباقي كله ياخدوا 3 و4 و5 واللي ياخد 0. للأسف اتغلبنا من فريق ضعيف، وعملنا بطولة بكل الأرقام اللي انتوا عارفينها من أسوأ البطولات، وربنا كرمنا ان احنا تأهلنا ببركة دعاء الوالدين ب3 تعادلات، وتأهلنا نلعب الكونغو. بس يعني ما عرفناش نغلب الكونغو الضعيفة برضو مش قوية. المدرب بتاعهم عنده فكر برضو، وتعبنا دي صبر، واحنا قلنا قبل كده في الفيديوهات. للأسف خرجنا، وهنرجع بقى للعك الكروي بتاعنا والدوري بتاعنا، وشغل بقى ايه الدوري اللي هو من غير جمهور او جمهور ضعيف، والحوارات بتاعتنا كده. مصر طلعت، الجزائر طلعت، تونس طلعت. الحلقة القادمة كلنا مع مين؟ مع المغرب. المغرب البلد العربية الوحيدة اللي لسه موجودة. كلنا مع الرجراجي ومع حكيم زياش عياش وحكيمي وزياش والكتيبة الأنصيري والنصيري والكتيبة الحلوة دي كلها. ربنا معاكم يا مغرب، يا ما فرحتونا. وأعزائي المشاهدين، نأسف لخسارة مصر، وكان نفسي أطلع أقول لكم مبروك هارد لك، بس الكرة عندنا في مصر بترجع لورا سنوات كتيرة قوي. الكرة الأفريقية بتتقدم بس في السرعة أكتر وفي القوة. إحنا بقى ولا سرعة ولا قوة ولا لياقة، ومجاملات في التشكيل وسمك لبن تمر هندي. عنوان الحلقة دي: الدراما انتهت ونستاهل. جيت يا جاباسكي تسعفنا، كحلتها وعمتها. الحمد لله على كل شيء. نشوفكم في حلقة قادمة، متابعين معاكم تحليلات المباريات حتى بعد خروج مصر، وعندنا جوائز ومسابقات كتير برضو في القناة. يا رب تتابعونا على طول. لو عجبكم الفيديو اعملوا فولو وسبسكرايب واشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل ما هو جديد ومميز. كل سنة وانتم طيبين، ودايما بالخير وبالصحة وبالسلام. شكرا جزيلا لحسن المتابعة. مع السلامة.